لو انت مبتدئ او مستواك ضعيف ببجي موبايل، اليوم راح اقول لك عن نصائح راح تساعدك تطور مستواك بشكل كبير وبوقت اسرع. بس لازم تطبق وتسمع الفيديو للاخر. ملاحظة، هذا الفيديو موجه طبعا للناس مبتدئين بشكل اكبر، بس تفرج للاخر لانه اكيد في اسرار جديدة راح تسمعها لاول مرة. اللي رايده منك تعمل لايك وتشترك في القناة لو ما انك مشترك. وقف الفيديو وروح جيب اي مشروب تشربه، استمتع واستفيد حبيبي. راح اعتبر انك انت توقفت الفيديو ورحت تجيب مشروب تشربه. راح اقول مشروبك جاهز؟ طيب جاهز، يلا نبدأ. اول نصيحة، ما تاخد حساسية اي حد. لازم تكون فاهم انه كل جهاز له حساسية معينة، يعني ما بيعني انك انت اخذت كل حساسية لاي واحد انت بتشوفه مشهور لعيب فمعناه انك انت راح تكون لعيب مثله، او الحساسية هي اللي بتجيب هيدشوت. لا، الحساسية ما بتجيب هيدشوت خالص. لازم تكون فاهم انك انت لما تظبط الحساسية بنفسك انت راح تتعود عليها وراح تكون مثل الناس اللي انت بتتفرج عليهم. راح يكون تقييمك قوي وراح تعرف تجيب هدات. بس ظبط لي موضوع حساسيتك. ثاني نصيحة، اعمل اعدادات المناسبة لك. لازم تكون فاهم انه مو بعدد الاصابع، مو يعني هذا ما يلعب ايباد او هذا ما يلعب موبايل يعني يمكن يكون دائما لاعب الايباد افضل من لاعب الموبايل. لا، الشغلة ما أنا بالاصابع. الشغلة لو انك انت محترف بثلاث اصابع يمكن تغلب هذا الشخص اللي معه خمس اصابع وحتى يلعب بست اصابع. الفكرة مش بالعدد، الفكرة بالسرعة، بالحركة، بالبكات. فانت تظبط اعدادات مناسبة لك وتعود عليها. ثالث نصيحة أخوي، لازم تلعب جيرو سكوب وتعود عليه. طالما أنت لساتك بالأول حابب تفوت بالاحتراف على القصص، فلازم تتعود على جيرو سكوب. الموضوع مو خيار، الموضوع محسوم. خلاص جيرو سكوب أنا راح فعل. يكون الموضوع صعب لكن وحدة وحدة راح تبدأ تتعود عليه. فعلا الجيرو سكوب هيخليك لاعب قوي بالفايتات القريبة أو بالفايتات البعيدة. بيساعدك تثبت ايمك، بيساعدك بالحركات السريعة، فلازم تتعود عليه. طالما جهازك بيدعم جيرو سكوب ليش ما تفعله. رابع نصيحة، ما تلعب سحلقة بالمستودع. يعني انت فايت تحمي ما انك فايت كرمال تفوز وتجيب كلات وتتزحلق بس، وهالكلام الفاضي كله. لانه بالكلاسيك ما في اي سحلقة، وبالتالي انت ما بتكون متعود على الزحلقة المستودع ومتعود انه اي فايت تتزحلق بتصير قدام الخصم وبتجيبه. فلا تتعود على الزحلقة، لأنه الكلاسيك بيعتمد على الدوج، على المراوغة، على المهارة. فلازم تتعود تلغي الزحلقة وتتعود على الدوج، على الكراوتش، على البراون، على الجمب. هاي القصص لازم تتعود عليهم، مو الزحلقة. لاعب الكلاسيك دائما مضغوط، دائما في اوبن. يعني الزحلقة، موضوع الزحلقة ما راح يساعدك تجيب كلات بالكلاسيك. خامس نصيحة، اتفرج على الفيديوهات وتعلم منها، حلل منها. يعني إذا شفت هذا الفيديو حلله وحاول شوف شو الأغلاط اللي بيعملها الخصوم، شو الأغلاط اللي عملتها أنا. أي شي شوفه حلله واستفيد منه. النصيحة الصراحة فرقت معي بشكل كتير كبير. لما كنت مبتدئ كان أي فيديو بتفرج عليه دائما بتفرج وأنا مركز، دائما بحلل التحركات، بركز كيف هذا الشخص تعامل مع هذا السكواد، هذا السكواد كيف بيسحب هذا السكواد، هذا السكواد كيف بيرمي النيدات، كيف أنا أرمي النيدات. أحمد لازم أحمل أي سكواد، كيف بدي فرقه، كيف بدي أحاول. يعني أغلب السكوادات بش عليك ثلاثة وأربعة، حاول أنت تسحبهم وتهرب. وأنت عم تهرب جيبهم. دائما لما بيكون في عند الخصم واحد نوك أو اثنين نوك بيكون السكواد كله بحال توتر، ممكن بأي ثانية تكسب الفايت. لهيك لا تبش. اعتمد على البري فاير، اعتمد على الكويك سكوب، اعتمد على مهاراتك انت. خليهم هم يبشوا لك واحد ورا واحد، لا تطلع بشكل مباشر لهم. في أهم حركة اللي كلنا نستخدمها بداية ببجي لحد هلا، افتح ند. ممكن انت تكون ضد واحد ولاعب محترف، افتح ند واغلقه. رح يبش عليك. اول ما يبش عليك رح يتفاجأ فيك انك انت حامل سلاح وهو يتنور. ايزي الموضوع. لازم تجربوا هاي الطريقة وهاي الخدعة. سادس نصيحة، لما ما تلعب سنايبر كتير. مو كل ما تشوف سنايبر او كل ما تشوف الاوم او اي سنايبر تاخدها وخلاص انت تعود. هذا الشي رح يخلي ايمك بالمسافات البعيدة صعب. رح تصير متعود دائما انك تقتل اي خصم بطلقة واحدة. يعني ما رح تركز انت على تثبيت الايم للمسافات البعيدة. في كتير ناس وكتير خصوم لما بيضربوا علي على مسافات بعيدة ما بيدمجوني. ليش؟ متعودين يلعبوا سنايبر. وهذا الشي كتير غلط. سنايبر بتفيدك بأوقات معينة بس، لا مو بكل الأوقات. حسن ايمك بالمسافات البعيدة بتشيل سكواد كامل.
حسن مستخدم الجيروسكوب وتعال تعالي. سابع نصيحة حبيبي، العب بذكاء وتكتيك وشغل لي عقلك. دائما بالفايت لازم تكون فاهم انه اللعبة الى 6 سنين، وكل الناس هلا صارت لعيبة، كل الناس صارت تعرف تقيم، كل الناس صارت تعرف تجيب هدات، كل الناس بمستوى حلو. فانت لما تيجي تصايد شخص لعيب وقوي وانت لعيب وقوي، هون اللي بيفوز اللي بيشغل عقله. اللي بيعمل غلطة بيخسر يا حبيبي. فمثلا انت ضد شخص معين عمل غلطة معينة، انت استغليتها صح وكسبت الفايت. نفس الكلام انت لو عملت اي غلطة هو رح يستغلها صح. حبيبي شغل عقلك دايما، العب لتخضع الخصم. وانا بخضع الخصوم اللي ضدي، مع انه بيكون في ناس لعيبة كتير ومستواهم حلو وقوي، ممكن انا لو دخلت ضدهم باي فايت نسبة كبيرة يشيلوني، بس انا دائما بشغل عقلي وبحاول اكسب. تشغيل عقلي عزيزي المشاهد، انا بعرف انت لحد هلا ما ضغطت لايك ولا اشتركت بالقناة، وبعرف انه الشيطان قد منعك. حتى تكون فاهم القناة صح، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس. يعني لسه ما عملتش، ما انا شايفك لسه ما عملتش وانت ماك مقتنع بالفيديو من الاول. اذا ما انك مقتنع وشايف حكي كلام فاضي لا تشترك، اما اذا شايف انه هذا الحكي جاي يحكي حكي مهم، حكي رح يحسن لعبك، يا ريت تدعمني بلايك واشتراك. شكرا لانك وصلت لهي الدقيقة من الفيديو. النصيحة رقم 8، تعلم حركات جديدة وتدرب عليها. يعني رح تطور هاي من مستواك بشكل كبير. في ناس مثلا في حركة جديدة، بيك على اليمين اوقف وبيك على اليسار واضرب. ليش؟ لانه خصمك هو مقيم على جهة اليمين، فانت لما بتوقف بتبيك لجهة اليسار وبتجيبه هيد شوت ما راح يتوقع هاي الحركة. دائما في كتير حركات جديدة فينا نحنا متعود عليها. منظور الشخص الاول لا تفكروا انه الموضوع صعب، لا، دائما لما انت بتعمل جمب من اي مبنى لمبنى تاني لازم تكون مشغل ومتعود على منظور الشخص الاول، لانه انت بالاصل لما بتعمل جمب تحتك ما راح تشوف، خصمك ما راح تشوفه، هو راح يكون ماسك عليك وانت ما شايف. ففي كتير حركات فيك تتعلم من. النصيحة رقم 9، ما تلعب رومات مع ناس مستواهم أضعف منك، لأنك لما تلاعب ناس مستواهم أقل منك مستوى راح يقل مثلهم، يعني المستوى تبعك راح يقل مثلهم. لما تلعب ضد ناس أقوى منك وأعلى منك والكي دي عندهم أعلى منك، ناس محترفة، مستواك راح يصير مثلهم. العب رومات دائما، قوي مستواك، وتذكر الزحلقة لازم نوقفه والجيروسكوب لازم نفعله، لأنه رح يساعدك بالمواجهات المباشرة. وشغلة إنك تاخد سكرين شوت على صاحبك، تعال شوف، تعال أنا عملت فيك هيك، أنا عملت هيك، هذا الموضوع كلياته لازم تلغيه، لأنه هو بده يكون نايم ورا الحاوية، ما عم يحاول يبش، ما عم يحاول يفايت. فأنت لازم قد ما فيك تستغل أي ثغرة واطلع من أي روم. إذا شفت أي شخص بيعمل هيك خلاص اعتبره إنه هو فاز ومستواه أفضل منك وهيك، لأنه لعبي ما نكمبر، لعبي بش. تعال بش علي انا بش عليك، يعني فايتات لازم تسوي، فايتات لازم تقوي حالك بالاشتباك القريب بالاشتباك البعيد حبيبي. النصيحة رقم 10، ما تلعب كلاسيك قبل ما تسخن. كيف يعني؟ رح نزل كم فيديو كيف تسخن قبل ما تدخل الكلاسيك، كيف تحمي صح، وشو التدريبات لازم تعملها، كيف تحمي عموما. في فرق كتير بين التحمي وبين التدريب، ما في شي هيك عن فراغ. فهذا الموضوع بحد ذاته رح نزل كم فيديو عنه، يا ريت لايك واشتراك حبايبي. النصيحة رقم 11، وهاي مني لكم لأنكم كفيتوا الفيديو لهاي الدقيقة، ابعد عن المناوب وخليك مع الناس المحترفة. يعني لو أصحابك مناوب مثلا ابعد عنهم، أنت شخص عندك طموح باللعبة أعلى منهم، مو المهم الشخص اللي ضدي كيف بيكمبر أو كيف بيلعب أو كيف مستواه. فنصيحة مني لك، بعد عن الأشخاص المناوب، خليك مع الناس المحترفة. لما تصعب بالمناوب جد رح تكون مثلهم. وهي كانت 11 نصيحة ولا حد قالهم إلك لا تحترف ببجي موبايل، بس أنا عرفتهم من خلال تجربتي ب5 سنين وقلت لك إياهم بكم دقيقة، وأنا بضمن لك لو أنك أنت طبقتهم كلهم مستواك رح يصير قوي بلعبة ببجي موبايل. وشكرا لكل واحد كمل هذه الدقيقة، أنت إنسان فعلا عندك طموح طالما كملت الفيديو، فمعناه انك انت بدك تطور من مستواك، وان شاء الله رح توصل، ان شاء الله توصل. وما تنسى تعمل لايك وتشترك وتفعل زر الجرس لو حابب تطور مستواك اكتر واكتر، وتتابع كل شي جديد بلعبة ببجي موبايل. واعمل شير للفيديو وشارك الفيديو في كل مكان، تقدر تعبي ويكتب لي تعليق حلو.